بيبدأ الجزء التاني من فيلمنا بمشهد من الماضي، وبنشوف فيه إلسا وهي بتلعب مع أختها آنا، وهي بتستخدم قوتها السحرية علشان تصنع ليها رجل تلجي. وبعدها بيظهر باباهم وبيحكي لهم حكاية قديمة جدا حصلت معاه وهو صغير، لما كان في غابة مسحورة في أرض الشمال عايش فيها شعب الغابة اللي بيبقوا بيتحكموا في قوة الطبيعة وبيحميهم عناصر الطبيعة الأربعة اللي هم الهواء والمية والنار والأرض. وبيروح لهم جد إلسا واللي بيكون ملك مدينة أيرانديل في الوقت ده، بيعمل معاهدة صداقة مع الشعب ده وبيعبر ليهم عن حبه ليهم، وبيبني ليهم سد علشان يخزنوا فيه المية بتاعتهم. ووقت ما كان والد آنا وإلسا لسه صغير، بيجتمع الشعبين علشان يحتفلوا ببناء السد، وبيحصل بينهم معركة من غير سبب، وما بيكونش حد عارف مين فيهم اللي بدأها. وبيقع جد آنا وإلسا وبيموت، وبسبب الحرب اللي كانت بين الشعبين بتغضب العناصر الأربعة اللي بتحمي الغابة، وبتنزل عليهم صخور لحد ما بتصيب والد آنا وإلسا وبيغمى عليه. وساعتها بيظهر حد وبينقذه باستخدام السحر، ولكن فجأة بيسمع صوت غريب اللي بيبقى قوة عناصر الطبيعة وبتحاول تتواصل معاه. وبعدها بيظهر ضباب شديد على الغابة، وبتمنع وقتها العناصر الأربعة دخول أو خروج أي حد من الغابة. وبتخلص الحكاية وبيقول والد آنا وإلسا لبناته إنه صحي بعدها ولقى نفسه في المدينة، ومن ساعتها وهو حاكم المدينة بعد والده. وبيوجه كلامه لإلسا وبيقول لها إن قوى الغابة المسحورة لازم هتستيقظ مرة تانية، علشان كده لازم يستعدوا ويحموا مدينتهم من أي خطر. وبنروح بعدها للحاضر، بالتحديد ليلة وفاة والد آنا وإلسا. وساعتها بيجي واحد من الحراس وبيستدعي إلسا تقول كلمة لشعبها، لكن فجأة بتسمع إلسا صوت عناصر الطبيعة اللي كان والدها بيسمعهم. فبتسأل الحارس إذا كان سمع الصوت ده ولا لأ، فبيقول لها إن هو ما سمعش حاجة. وبنفهم من كده إن الصوت ده محدش سمعه غيرها. وبالليل بتقعد إلسا مع أختها آنا وحبيبها كريستوف وبيلعبوا لعبة مع بعض، ولما بيجي الدور على إلسا بتسمع الصوت مرة تانية، فبترتبك وتمشي بدون أي مقدمات. وقتها آنا بتكون حاسة إن في حاجة غريبة بتحصل مع أختها، وساعتها بيحضر كريستوف نفسه علشان هيفاجئ آنا ويتقدم لها بطريقة رومانسية ويجيب ليها خاتم علشان يعرض عليها الجواز. لكن آنا ما بتكونش شايفاه وبتخبطه بالغلط، فبيقع منه الخاتم، فبيلحقه كريستوف قبل ما يقع. وبتفضل آنا تتكلم ومش بتديله فرصة وبتسيبه وتمشي.